يا مساء الفل والخير على كل الناس اللي بتسمعنا في يوترن وحلقة جديدة هكون معاكم بإذن الله ندى الشربين. موضوع النهاردة موضوع مختلف كده وحابة أتكلم فيه برضو معاكم وشغل لي بالي جدا لأنه اتحكالي من ناس كتيرة جدا عن النقطة دي، وكان يعني في كده طلب إن أنا أطلع أتكلم عن الموضوع ده. هو حصل يعني مع ناس مننا، لم يكن أغلبنا، يعني حصل معانا كده زي انك عارف اللي هو الناس دي انت بتقول عليهم حبايبنا او غاليين على قلوبنا، سواء معارف اصدقاء وكذا. فليه دايما لما بنقول لهم، مش دايما يعني، هو النوع اللي هو اللي مش حلو، يعني في نوع حلو فبنقول عليه حبايبنا فيستاهلوا يتقال عليهم كده، والنوع التاني غريب جدا وما يستاهلوا ان يتقال عليهم حبايبنا، بس في اتيتيود معين بيطلع انت مش فاهمه. يعني عارف لما تقول لحد انا بتضايق من التصرف ده، او فعلا بيسبب لي ضيق من جوايا، او بتعصب منه او بزعل، بحس ان انا قيمتي عندك مفيش، فما تعملش كده، يعني والله بتضايق، يعني مش عارف ايه يا عمو كده. فتلاقي الشخص ده قدر جدا وبقى حريص قوي ان هو ما يزعلكش وما يضايقكش، وياخد باله قوي من تصرفاته حتى لو انت مش موجود معاه. فبيبقى حاسس دايما ان انت يعني الاكشن ده هيوصل لك، فخلي بالك عشان ده ما يزعلش منك، ده عزيز عليا. والنوع تاني ان هم حبايبنا وعزيز علينا، فتقول له ما تعملش كده بقى يا عم انا بتضايق وبتاع، فيعمل كده ويدوس لك عليه او ما يحطكش في دماغه اصلا ويكمل. تعالوا نرجع لعقلية الإنسانية البحتة اللي بتقول إنه الناس فارقة معاك أو مش فارقة معاك. إحنا عندنا الإنسان جاي من الإنسانية، يعني الرحمة والتراحم. البداية بتاعتنا أساسا رحمة وتراحم، مودة ومحبة، مش كره وغش وغل أو خداع. لا، المعاني الوحشة دي لا. إحنا ربنا خلقنا في البداية عندنا اللين والرفق والرحمة والتراحم والمودة، لأن الإنسانية جاي منها إنسان. فكل ما الإنسانية عندك والمعنى بتاعها يزيد، كل ما حرصك على مشاعر اللي حواليك يزيد، كل ما الناس لا هتلاقي بجد الناس قد ايه بتحترمك وبتقرب منك إنسانيا، ويلاقوا عندك كم من التعاطف. يعني أنا دايما بحترم أي حد بيراعي مشاعر الناس حتى لو ما يعرفهمش، في الشارع، في أي مكان، في السوبر ماركت وانت نازل بتجيب أي حاجة. احترم قوي انك لما تلاقي حتى في مكان شغلك ست كبيرة او راجل كبير كده تقدره، اللي هو يعني مش قادر يتحرك تقوم تسنده، ده هو ده نفس اللي انا بتكلم عنه. يعني نقيس على ده ان في ناس كمان بقى احنا معتبرينهم حبايبنا وغاليين علينا. فيا عم لما حد يقول لك ما تعملش كده عشان بتضايق منه، ما تعملوش. حافظوا على معزة الناس. ما خدناش بالنا، هرجع لمعنى قلته في حلقة قديمة، هو الاعتذار مش هيقلل منك في شيء. انت مش بتحرص على مشاعر اللي حواليك عشان انت ضعيف. انت لما بيكون عندك حرص على مشاعر حد جنبك، ده يدل على انك قد ايه عندك من الانسانية ما يكفيك ويكفي الشخص العزيز عليك. طب ماشي، الشخص ده مش فارق لي، بس ايه المشكلة لو حافظت على مشاعره؟ يعني انا عارف مثلا، انا لو راجل بقى وعارف ان صاحبي مثلا بيزعل من ان انا برد عليه متاخر على الواتساب، ما بفتحش كتير بتاع، او بيتصل بيا مش برد من اول مرة عشان التليفون مش قدامي او مشغول او نزلت الجيم بعمل اي حاجة، بس هو صاحبي قال لي مرة واتنين يا عم خد بالك انا ببقى عايزك، بزعل، باخد على خاطري، انا حساس، انا مش عارف ايه. فين المشكلة لو احنا يعني كان عندنا كم ولو صغير من الحرص على مشاعر الناس؟ يعني هقول لكم تجربة شخصية ليا. انا بطبيعة شغلي انا ممكن كل يوم الصبح اصحى الاقي نفسي في جروب شكل شغل، فكان ساعات الاعداد اللي بتبقى على بعض الجروبس دي بتبقى كبيرة، ففي ناس بتدخل تطلب تسأل في حاجة، او ناس بتحس ان هي محتاجة ان هي حد يدعمها او يقولها شاطر او شاطرة حاجة كده. انا دايما كنت بستنى المسج اللي ما بتردش عليها من حد وادخل ارد انا. ليه؟ انت مش متخيل انت جبرت بخاطره ازاي. يعني انت مش متخيل حاجة، انت مش متخيل البني ادم ده مبسوط قوي بكلمة منك، يعني اللي هو برافو عليك شاطر كمل. بحترم قوي ان انا
لما الاقي الناس كده بتخاف على مشاعر بعض وبتحافظ على مشاعر بعض. يعني الطبيعي جدا انك لو لقيت راجل كبير ماشي في الشارع محتاج يعدي طريق او حاجة، انك هتروح وتعديه الطريق. انا مش هنسى في موقف حصل لي في حياتي شخصي جدا. كنت في فترة يعني شغل كده، بس كنت مضغوطة فيها شوية، وكنت بطمح كده لتغيرات معينة. ففي يوم من الأيام اللي حسيته اللي هو يوم زي امبارح وبكرة يعني، فماشية كده بس سايباها على الله جدا وراضية بقى. بس عايزة اليوم يعدي بس مش أكتر من كده. فكانت فترة من يمكن من 4-5 سنين. ففي اليوم ده أنا لقيت ست كبيرة كده عايزة تعدي شارع، فأخدتها وعديتها الشارع ده. وكانت ساندة مش قادرة تمشي فعلا، فكانت ساندة على دراعي جدا لدرجة ان دراعي وجعني، بس ولا اي حاجة يعني. فضلت ساندة لحد ما وصلت دراعي عارف اللي هو الدراع خدل، انا دراعي خدل بعدها. بس انا كنت قد ايه مبسوطة قوي ان انا في الاخر لقيتها دعيت لي دعوة. انا عمري ما هنسى اليوم ده، ولا هنسى الست دي، ولا هنسى الدعوة دي، لان هي مجرد ما انا وصلت شغلي انا وصل لي خبر حلو جدا عن الحاجة اللي كانت مزعلاني اصلا. يعني اللي هي حاجات عادية في الإنسانية ما بتزعلش حد. لما أعرف إن حد بيزعل من حاجة حافظ على مشاعره عشان تحافظ عليه. ليه بقولك كده؟ أنت في العادي بتعمل ده عشان أنت جميل، عشان أنت ربنا خلقك إنسان. وتاني هقولك إنسان من الإنسانية. فتعالوا نطبق ده زي ما كنا بنعمل وزي ما كنا متعودين، حتى لو الحياة لهتنا، حتى لو الحياة أخدتنا. ما تخلوش السرعة بتاعت الحياة تخلي شوية حاجات هي أصلا في طباعنا تختفي شوية، أو ما ناخدش بالنا فما نعملهاش. فمعلش أصلا أنا ما خدتش بالي، لا، خلوا الحاجات دي ثابتة جامدة موجودة. حتى لو الدنيا زحمة، حتى لو حياتنا مليانة حاجات، خلوا دايما عندنا الإنسانية لسه موجودة. نحافظ على مشاعر بعض. يعني أكيد 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 لما حد يقولك إنه بيحبش طبع معين أنت بتعمله، ما تعملوش مش عشان انت ضعيف، ولا عشان انا مش هتغير عشان حد، لا، عشان انت لازم تتغير للأحسن علشان إنسانيتك انت. انا ممكن اكون مش موجود مع الشخص ده بعد كده، بس انا بقولك ليك انت. تعالوا نرد على بعض اول باول، تعالوا نحافظ على وجود بعض. تعالوا لما نلاقي حد كده محتاج مساعدة او عون مننا نساعده ونجري عليه وناخد بايده. تعالوا لما نلاقي حد محتاج اي دعم ولو نفسي بكلمة كويسة نقولها له. تعالوا لو حد محتاج مننا دعم في الشغل وانت في ايدك الدعم ده ما تأثرش معاه، تعالوا افتح له الباب ده، افتح له الباب. صدقني ربنا هيفتح لك باب قصاده انت ما تعرفش عنه حاجة، وما تعرفش عن الباب ده قد ايه هو كبير قوي ومليان كرم وخير ليك من رب الكرم ورب الخير. فخلوني دايما افكركم انه انسانيتنا ما ينفعش انها تقل بمرور الأيام والتطورات والزحمة والدوشة، والصبح في حتة وبالليل في حتة، فبنسى فبعمل. لا، لو في أي وقت من الأوقات في يومك مر عليك موقف انت ممكن تساعد فيه حد، مش عشان تبين إنسانيتك فتبان انك جدع، لا، بس أنا فعلا دراعي لما وجعني أنا اتبسطت قوي. أنا كنت فرحانة قوي إن أنا ساعدتها، واني ما حسستهاش ان دراعي وجعني لحد ما وصلتها، وكنت مبسوطة انبساط مش طبيعي، ورايحة اصلا بقى مكملة طريقي كده وانا مبسوطة. معرفش في حاجة حلوة، انا عملت حاجة حلوة ماشية بجد مبسوطة. فعلا وصل لي خبر وقتها انه في حاجة حلوة حصلت لي كبيرة قوي عندي، انا مش هنسى التفاصيل دي. فخلوا الانسانية دايما تحكمنا. هفكركوا تاني، اللي تلاقيه بيسأل عليك اسأل عنه، اللي تلاقيه بيبادر معاك بكلام اديله فرصة واتكلم معاه، اللي تلاقيه بيحبك وعايز يكون له معاك سكة وكلام وطريق افتح له الباب وسهلها عليه. اللي تلاقيه محتاج منك حاجة وطلب المساعدة فاعرف ان هو مش عايزك انت، او ربنا خلاك انت سبب عشان يرزقك. هو هيرزقه وهيرزقك انت كمان، انت اللي محتاج اللي بيطلب منك المساعدة. تعالوا تاني نرجع احساس ان لما نلاقي ناس بتحبنا نجري عليها ونحافظ عليها وندي نفسنا فرصة ان احنا كمان نحبهم من كل قلبنا. مش كل يوم هنلاقي ناس بتحبنا، ومش كل يوم هنلاقي ناس كمان الحاجات اللي بيحبوها وما بيحبوهاش بيقولوها.
احسن بكتير قوي من اننا نسكت، احسن بكتير قوي من اننا نتبع حاجة وحشة جدا ظاهرة الفترة الاخيرة، وهي اسمها الصمت العقابي. احنا ممكن نسيرش عنها ونقرأ عنها، هي حاجة مش حلوة خالص، بقت الناس للأسف بتتبعها في جزء كبير من الحياة. دي حاجة وحشة قوي وبتؤلم نفسيا الناس اللي قدامك او اللي انت بتتبعها معاهم، وحشة وحشة وحشة. فخلينا دايما في الحلو زي ما احنا متفقين، خلينا دايما ناخد بإيد بعض، اللي محتاج عون نساعده، اللي محتاج كلمة حلوة او دفعة لقدام اديهاله، اللي بيبادر معاك بحاجة مش تقليل منه، اللي بيحبك بادر انت كمان معاه وحبه او ادي لنفسك فرصة تشوفه. مش حابة اطول اكتر من كده، مع ان الكلام معاكم ما يخلصش، اتكلمت من كل قلبي عن الموضوع ده، بس انا حاسة ان الموضوع يعني ده ما خلصش بالنسبة لي، ممكن يكون في حلقة تانية هنظبطها. مبسوطة ان انا اتكلمت معاكم من كل قلبي. تعالوا ناخد بإيد بعض ونرجع كمان حاجات حلوة كانت موجودة عندنا، بس هي يمكن انتهت في وسط الزحمة، بس هي موجودة عشان احنا حلوين وكويسين، وربنا خالق كل واحد فينا جميل في مكانه وبطباعه الحلوة. احنا كلنا بخير وكويسين طول ما ربنا سترنا وكرمنا، واحنا دايما بنحمده على كل النعم اللي بيدهنا. شكرا لكم، كنت معاكم ندى الشربيني، استنونا في حلقات جاية تانية كتير على يوتر. سلام عليكم.